لعشاق الملوخية الخضرا اللي بقاله سنين عاوز ياكل شوية ملوخية خضرا حلوة ومظبوطة على الشعر. كنت بعرف اعملها كويس ودلوقتي ما بقتش اعرف اعملها. معانا شوية ملوخية يستاهلوا بق. شوية ملوخية الله اكبر عليها. هنعمل مع بعض شوية ملوخية كده حلوين زي ما حضراتكم ما شايفين. الملوخية الخضرا ده موسمها، ولازم طبعا نعملها مرة واتنين وتلاتة قبل موسمها ما يخلص. وزي ما حضراتكم عارفين في ناس كتير بتحب تخزن الملوخية، لكن الملوخية اللي معانا النهاردة ملوخية فريش، ملوخية طازة مش متخزنة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. طبعا هنعمل جنب شوية الملوخية فراخ ورز، فقلنا برضو من باب التوفير او من باب الاقتصاد جبنا ورك فرخة وصدر فرخة وعملنا شوية العظمة اللي حضراتكم شايفينها دي، فطبعا وفر معانا كتير وعمل معانا الله اكبر ما شاء الله كمية محترمة جدا جدا جدا. اللهم بارك، اللهم صل على سيدنا محمد. حاجة كده فوق الجمال. طبعا احنا في الصيف والجو حر والدنيا ما اقولكيش عليها، لكن لازم الجو حر تقومي وتتنشطي وتحمسي وتجري ونعمل كل اللي احنا عاوزينه. يعني احنا مش هنسد نفسنا ومش هناكل ومش هنشرب عشان الجو حر، لا هناكل وهنشرب وهنتعامل وهنعمل روتين حلو وروتين جميل ودنيا زي الفل ان شاء الله. قبل ما نبدأ الكلام نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. صباح الروقان، صباح الفل، صباح عيونكم الحلو، صباح الروتين الحلو الجميل المشجع، صباح الأكل الحلوة، صباح كل حاجة حلوة على عيونكم يا رب. نعمل اشتراك ونعمل لايك للقناة. بحبكم في الله، بحبكم جدا جدا في الله. فمن فضلكم تعملوا اشتراك وتعملوا لايك وتبعتوا لي تعليقات حلوة، ربنا يحسن ما بين ايديكم. اول ما بدأنا يومنا كان عندنا شوية غسيل، فغسلنا الهدوم وبدأنا ان احنا ننشرها زي ما حضراتكم شايفين كده. دي الغيارات العادية، لكن لسه هندخل بقى دلوقتي نغير للسراير ونغسل فرش السراير. اللهم صل على سيدنا محمد. النشير في البدرية احسن حاجة، يعني انشري الصبح بدري وتلمي اخر النهار. فهو ده الوقت الكويس في الجو اللي احنا فيه دلوقتي ده، لان عشان تقفي تنشري او تلمي في الولعة دي ممكن تتعبي، ممكن حد من الاولاد يكون واقف معاكي او كده فيتعب. الشمس مدمرة الدنيا بصراحة، مش سايبة حد. الشمس شديدة جدا جدا جدا، الجو فوق الصعب وفوق المستحيل بصراحة. الجو يعني ربنا يهونها علينا يا رب ويفكها من عنده يا رب يا رب. ربنا يفكها ان شاء الله بإذن الله. هنا قلنا بقى ايه، خلصنا الغيارة الاول وغسلناها عشان طبعا اللي عاوز غيار او كده يكون هدومهم نظيفة. وطبعا عارفين برضو ان غيرة السراير في الصيف بتبقى كل شوية وباستمرار، عشان مثلا ما يبقاش في ريحة عرق، علشان مثلا مكان العرق نفسه. والمفروض ان احنا بنسيب كمان السراير شوية قبل ما نلبسها. الفرشة دي فرشة مستديمة على المرتبة، دي مش غيار، يعني الفرشة دي مستديمة على المرتبة، بلا احط فوقيها الفرشة اللي انا هفرشها لسه. وابدا بقى انفض السراير وانفض شبابيك السراير، وبعد كده ابدا ان انا افرش فرش جديد وفرش نظيف. كل ما بتفرشي الفرش نظيف او بتغيري فرش السرير بتحسي ان الاوضه جميله وان الاوضه جديده وان الوضع مختلف تماما. بتدي لنفسك تشجيع وبتدي لنفسك طاقه حلوه. اول ما بتلاقي الفرش بقى حلو زي الفل فبتتحملي اي حاجه ممكن تعمليها في الحر او مش في الحر. بس طبعا احنا مش هنعمل برضو حاجة في الحر، احنا بنعمل شغلتين بدري وبنعمل شغلتين في المتأخر. يعني نعمل مثلا شغلتين اول ما بتصحي من النوم، لو مثلا زي مثلا هتغسلي غسيل او هتنشري غسيل. لو هما صحيوا مثلا تغيري السرير زي ما عملنا كده. وبعد العصر بقى كده تكملي بقية شغلك، يعني مثلا هتعملي بقى في نص اليوم الاكل. بس برضو لو هتقفي على البوتاجاز كتير فمش هيبقى برضو غير بعد العصر، لان تشغيل البوتاجاز والجو نار كده حاجة يعني الله اكبر. بس مش هيهمنا، احنا عندنا شجاعة وعندنا روتين حلو وعندنا. بص بقى انا عاوزاكم تتشجعوا ويا ريت بقى تجيبوا الحيطان، تجيبوا الشقة بحيطانها وبأرضياتها وبالازقار وبالاركان وبالشبابيك وبالبيبان وكل حاجة.
بعد العصر كده تقوموا عاملين الكلام ده بعد العصر، يعني مثلا على الساعة 7 كده ولا حاجة، تدخلي المغرب يعني، تقومي تتشقلبي كده في قلب الشقة وتعملي شوية حركاتك كده، بس يبقى الجو حلو عليكي عشان انت كمان تكوني مبسوطة وانت شغالة. الجو ده عاوز كده، عاوز نظافة، عاوز اهتمام، عاوز روقان، عاوز حب وانت بتعملي الحاجة. فطبعا كلنا طبعا هنحب الحاجة اللي احنا بنعملها، لان في الاخر بتدينا شكل كويس وشكل مناسب وشكل جميل. لكن لما بيبقى الجو حر بنبقى خايفين نقوم من مكاننا ان احنا نعمل مجهود، او ان احنا هنفرفر من الحر، او ان احنا مش قادرين. ده طبعا كله وارد، بس ما نختار الوقت المناسب ان احنا نعمل فيه الشغلة المناسبة هتريحنا جدا جدا، وهتظبط معانا، وهتبقى المكان كله نظيف، وانت كمان هتكوني مرتاحة ومبسوطة وانت بتعملي الروتين بتاعك الجميل. طبعا انتوا كلكم اللهم صل على سيدنا محمد ناصحين و... وقروبيين ومدقدقين، وهنعمل معانا بقى الوصفة الحلوة ديت. ده طبعا من باب التوفير. معايا فرخة، صدر فرخة وورك فرخة، خليتهم كويس، طلعت منهم العظم، طلعت منهم الجلد. وهنا ده بصل وثوم وفلفل احمر وفلفل اخضر وشوية توابل. والرغيف ده بقى عشان ما نصفيش البصل عشان ما نصفيش البصل من المية بتاعته، هنقطع العيش كده. ده رغيف واحد عيش، ممكن تقطعيه بالمقص لو عاوزة، او لو هو ناشف لا بلاش ناشف، هو طري كده كويس يعني. هو كده بيقولوا عليه اللهم صل على سيدنا محمد، بيقولوا عليه مبرول، يعني هو مش صابح، مش اللي هو لسه طالع من الفرن، ومش ناشف، يعني هو مبرول. فبتمسكيه تقطعيه كده وتبداي انت تحطيه مع البصل، فبيشرب الميه بتاعه البصل كلها. ونبدا بقى بعد ما خلينا الفراخ، طبعا انا ما جبتش معاكم خليه الفراخ، بس لو حضراتكم عاوزين نجيب الجزء بتاع خليه الفراخ بعد كده احنا بنخليها في البيت اجيبها لكم. والفراخ دي اساسها زي ما حضراتكم عارفين، وزي ما حضراتكم متابعين الفيديوهات، الفراخ دي اساسها من عندي من على السطوح. اما بذبحها واحطها في الفريزر وانضفها كويس واحطها في الفريزر، بتبقى جاهزه بقى قدامي، اي حاجه عاوزه اعملها بعملها. فجينا بقى نعمل شويه البانيه دول، كانوا جمال جدا، طريقتهم كانت حلوه قوي، وما شربوش خالص زيت. طب ازاي بقى ما شربوش زيت، او ازاي عملتيهم؟ هتابع معايا دلوقتي برضو، وانا هقولك الكلام كله والتفاصيل كلها. بعد ما ضربنا الفراخ، نزلنا بالخلطة اللي احنا كنا عاملينها بتاعة البصل، وحطينا بقى زي ما حضراتكم ما شايفين كده. نقول ده ايه بقى؟ ده نشا يا جماعة، ده نشا، ده هيساعد ان الحاجة ما تشربش خالص زيت. ودوت بيض، ودي كمان ليمونة عشان خاطر البيض. وادي الملح، طبعا الملح حسب يعني انت عاوزاه مظبوط قوي، مظبوط زيادة، مظبوط شوية، دنيتك عاوزة ايه يعني، زي ما حضراتكم ما بتحبوا الملح. هنا حطينا شوية فلفل اسمر صغيرين جدا، ودي كزبرة، انا بحب الكزبرة جدا، وبحب اكتر الكزبرة جدا في اي اكل. وسنة شطة صغيرة زي ما حضراتكم شايفين، والشطة لو زادت برضو حسب الرغبة، ما فيهاش اي مشكلة خالص انك تزودي الشطة. وضربناها تاني بحيث ان احنا نخلط الخليطين ببعض، يعني الفراخ لحمة الفراخ مع البصل والثوم والفلفل اللي كان معانا. وبعد كده هندخلها شوية التلاجة، او الاصح انها تخش الفريزر شوية، وهنسيبها بقى. وقبل ما تطلع من التلاجة نكون عملنا ايه؟ شوية الملوخية الجمال اللي كانوا معانا في اول الفيديو، هو كله نسيتوهم، ديت مرقة مغلية. طب جبتي مرقة منين وانت عاملة الفراخ؟ ما سلقتش الفراخ، جبت المرقة منين؟ لا، دي مرقة بتبقى موجودة عندي مثلا، انا ببقى سلقة قبلها مرة او حاجة، وبقى مني مثلا شوية مرقة محتاجتهمش، فبحطهم في اي علبة او في كيس من بتاع اللبن، واحطها في الفريزر، وقت ما احتاجها بيبقى ده الوقت المناسب ليها. فبجيبها طبعا واطلعها وابدا انا استعملها. اديتها غلوة محترمة زي ما حضراتكم ما شايفين، وحطيت نص معلقة توم مفروم، او الثوم اللي احنا دقينه سوا دلوقتي على الملوخية. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. وطبعا المرقة كانت متبلة ومتملحة اصلا من قبل، يعني من قبل ما تخش الفريزر.
فانا حطيت بس سنة اللهم صل على سيدنا محمد التوم، نص معلقة توم مفروم من غير تحمير من غير اي حاجة، حطها في المرقة وسبتها تاخد غلوة كمان بالثوم، وبعد كده نزلت بالملوخية وشلتها خالص من على النار. طب اديتها غلوة؟ لا، ما اديتهاش غلوة وهي على النار، لان اصلا المية كانت بتغلي جدا فهتسوي الملوخية. هنا دوت دي سمنة وحطينا بقية التوم، بس بقى ما نحمرش التوم قوي وما نصبهوش ابيض. او بص اللون، هو ده اللون المطلوب لطعم وقوام الملوخية. طيب الملوخية عاوزاها مثلا مرقة شوية يابسة شوية، دنيتك ايه؟ بصي عايري المرقة، دايما المرقة عايريها. مثلا انت جايبه مثلا نص كيلو، عاوزاها مظبوطة يعني، مش مرقة ومش يابسة، مش مرقة قصدي ومش يابسة. هنجيب طبقين صغيرين من المرقة ونبدأ نجهز عليهم، بس يعني طبقين صغيرين مش اطباق وسط. وطب برضو الاطباق، في اطباق كبيرة ممكن تعملي منهم اطباق غرف، لا طيب ماشي. طب الكبشة مثلا ممكن نضبط الكبشة 4 كبشات على نص كيلو ملوخية، 4 كبشات تمام. يعني انت قدري المرقة، ولما تظبط منك المرة دي اعرفي المرة الجاية المقدار بتاع الملوخية كان ظابط منك على كام، على قد ايه من السائل من المرقة او من المية، وبعد كده اظبطي نيتك على كده. طب انت عاوز تعملي كيلو، طبعا هتبقى الضعف بقى. يعني مثلا انت مثلا عملنا 4 كبشات، يبقى 4 كبشة اللي هي بتاع الغرف، يبقى 8. طب عاوزاها تقيلة شوية نخليهم 7، عاوزاها مرقة شوية يبقى 8.5. تمام. فلحد ما تظبط معاكي الملوخية. بس اهم حاجة في طعم الملوخية الطشة اللي انا وريتها لحضراتكم دلوقتي. الطشة هي اللي بتفرق جدا 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 في طعم الملوخية. التومة نفسها هي اللي بتفرق في طعم الملوخية. لو حمرتيها شوية عن كده بتبقى متعبة، والريحة بتبقى زعقة كتير، يعني نرفس، يعني بتبقى مستفزة شوية. التوم بيبقى احمر عن كده، لكن هو ده عايز التوم، يعني هو ده عايز الطلب. فبالهنا والشفا يا رب. طبعا هنا بدأنا ان احنا نجيب الفراخ من الفريزر، وبدأت ان انا اكورها، ومعايا فيجيتار بكورها، وابدأ ان انا افردها بعد ما اكورها واحطها في الفيجيتار. وادي معايا طاسة كده، بس الزيت مش كتير. حضراتكم عاوزين تكتروا الزيت مش مشكلة، بس هي يعني متحتاجش زيت كتير. بس انا بقول لحضراتكم كده علشان اللي مثلا بتقول ايه مش هتستوي من قلبها او كده، لا هي بتستوي لان هي اصلا مفرومه والفراخ ما بتاخدش اي حاجه. طب ليه حطيتي ورك فرخه وصدر فرخه؟ ليه ما حطيتيش وركين او صدرين؟ بصوا هي الوصفه دي عادي، لو وركين ماشي، صدرين ماشي، اللي انا عملته ماشي. بس انا عملته ميزته في ايه؟ ان الورك بيديكي عضه كده، بيديكي طعم حلو شويه كده، فبتحسي فعلا بالفراخ يعني. يعني ليه ميزته برضو، يعني الورك برضو في الحاجات المفرومه دي ليه ميزته. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم بارك. بصوا الجمال بقى والطعامه، بصوا الحلاوه، شفتوا الروقان بقى والنصيحه. الله اكبر، اللهم بارك. اللهم دينها نعمه واحفظها من الزوال. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. تحفه يا جماعه، طعمها خطير، طعمها جميل. بالعيش ماشي، بالرز واي حاجه جنبها ماشي. عملت جنبها شويه مكرونه بطماطم ماشي، شويه سلطه وشويه طحينه بتبقى خطيره. يا سلام بقى لو العيش مفقع مع الطحينه. اللهم صل، اللهم بارك، اللهم دينها نعمه يا رب، اللهم دينها نعمه. بصوا بقى، انا كنت عاوزه اعمل حفله بيها اساسا، يعني عجبتني قوي، عجبني قوي طعمها. طب انت شفتيها في قناه او حاجه؟ بصراحه انا ما شفتهاش في اي قناه، لاني انا مش بتابع قوي برضو غصب عني، فممكن يكون حد عملها، فانا مش هقول لكم انا اول حد عملها. بس بتقعدي مع نفسك شويه، بتفكري مثلا انت عاوزه توفري النهارده، او ان انت عاوزه تعملي الحاجه الفلانيه النهارده. انت مع نفسك بتطلعي احلى افكار، بتطلعي حاجات كتير، يعني ممكن تكون ما رضيتش على حد او محدش عملها، بس انا متاكده ممكن يكون حد عملها برضو يعني. لان انت بتفكري فيه غيرك بيفكر فيه، كلنا بنفكر في نفس الطريقه، يعني كلنا بنفكر ان احنا نمشي الدنيا وما يبقاش نفسنا في حاجه، بس برضو نبقى بنوفر. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. اعملوا اشتراك واعملوا لايك.